نرى اللوحة التالية التي بعدها، وفيها أمثلة على الوقف الاختباري أو الاضطراري، وهذه اللوحة تتكلم عما حذفت منه الألف. حذفت يعني في الخط. من جملة ذلك هذه الآيات الثلاث التي نراها أمامنا، قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وذلك في سورة النور. وقوله تعالى: يا أيها الساحر في سورة الزخرف. وقوله تعالى: أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذه الثلاثة كتبت على نية الوصل بحذف ألفها خطا، فكان حفص إذا وقف عليها مضطرا أو مختبرا يقف عليها كالرسم محذوفة الألف، كما نرى على اللوحة. يعني أيها المؤمنون يقف على الأولى أيه، يا أيها الساحر يقف عليها يا أيه، أيها الثقلان يقف عليها أيه. أعود فأكرر وأذكر، لا يتعمد الوقف على ذلك، فقط للاضطرار أو الاختبار. ننتقل إلى اللوحة الثانية فنرى فيها ثلاثة أمثلة أيضا حذفت منها الألف. لاحظوا الله يبارك فيكم، المثال الأول قوله تعالى: فيما أنت من ذكراها في سورة النازعات. المثال الثاني: فناظرة بما يرجع المرسلون في سورة النمل. المثال الثالث: فلينظر الإنسان مما خلق في سورة الطارق. هذه الأمثلة التي نراها أمامنا القاسم المشترك بينها، لاحظوا أن فيها حرف جر دخل على حرف ما الاستفهامية، وأصل فيما في ما، في حرف جر وما استفهامية، بما يرجع المرسلون. فلينظر الإنسان من ما خلق، من ما خلق. فالقاعدة تقول: إذا دخل حرف جر على ما الاستفهامية حذفت ألفها وصلا ووقفا. ففي الوصل نقول: فيما أنت من ذكراها، وفي الوقف نقول: فيم. ولكن هذا الوقف كما ذكرت مرارا اضطراري أو اختباري. فناظرة بما يرجع، بما يرجع، لا نقول بما يرجع، ليس فيها ألف لا في الوصل ولا في الوقف. وإن وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقول: بم. فناظرة بم. فلينظر الإنسان مما خلق، لا ألف فيها في الوصل، وكذلك في الوقف. إن وقفنا: فلينظر الإنسان مم. هكذا الوضع بالنسبة لهذه الأمثلة.